حب بقى ورومانسيه واحمر في رمضان، شيخ اتقي الله. بس الصراحه اليومين دول يومين الحب، كله بيحب على نفسه، كلنا بندعي الحب، والحب فعلا مشاعر ساميه وجميله. بس المشكله انه احنا منوعين، يعني تلاقي واحد بيحب مثلا حب حرام، يحب واحده ماشي معاك كده من غير لا جواز ولا نيله، تلاقي واحد بيحب مراته حب سامي وجميل، حب في كل حته، وحب كلنا بندعيه ان احنا بنحب ربنا. تكلم اي حد تقول له لو سمحت يا عم بطل اللي انت بتعمله ده، يقول لك لا 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 هو انا بعمل كده بس بحب ربنا. طب يا عم اسمع كلام ربنا في الحته الفلانيه، يقول لك يا عم انا بحب ربنا. فاحنا النهارده جايين نتكلم بقى على قواعد الحب السبعه، حب ربنا. اول قاعده في قواعد الحب السبعه، بتحبه ليه؟ لو سالت اي واحد حبيب عاشق محب بجد قلبه مليان حب بحقه حقيقي، وقلت له بتحب حبيبك ليه؟ هيرص لك لسته، اصله طيب، اصله جميل، اصله عمل معايا، اصله وقف جنبي، اصل. عارف لو ما رصلكش الليسته دي اعرف انه كذاب، وان الحب ده حب اي كلام. فلو سالتك بتحب ربنا ليه، المفروض تغمض عينك كده وتقول لي يا بحب ربنا ليه، وتحكي لي. بتسالني انا بحب ربنا ليه؟ يا انا حبيت ربنا سبحانه وتعالى وانت بتقرا في القران وتحس انه سخر الدنيا دي كلها ليك، ليك انت. ربنا سبحانه وتعالى في القران قال ايه؟ الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار. سمعت كم سخر لكم؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. في آية تانية بيقول وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، الشمس والقمر طالعين نازلين عشان خاطر حضرتك. وقال في آية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل حاجة في السماء والأرض مسخرة عشانك أنت. إزاي ما تحبوش؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي من أسمائه الوهاب، ومعنى اسم الوهاب اسم يحببك في ربنا من غير حاجة. الوهاب الذي يعطي بلا سبب وبلا استحقاق، حضرتك ما تستاهلش ويديك. ربنا في القرآن بيقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني ظاهرة في الجسم من بره كده وباطنة جوه. الحاجات اللي احنا خدناها خلاص حقوق مكتسبة، عينيا وودني ومناخيري وبقي وبمشي وبتحرك وبمسك، كل دي نعم من الله، عمرك ما تحس انها نعمه الا لو خسرتها. مش بس كده، ونعم باطنه، عقل وقلب ورئه عماله تعمل ازاي، وحاجات انت ما بتتحكمش فيها ولا مركز معاها وعايش بيها. طب اقول لك حاجه، لو خدت بالك هتلاقيك في كل معصيه بتعملها انت بتستخدم نعمه من نعم ربنا دي وتعصى بيها. لما بتكذب بتستخدم لسانك اللي هو انعم عليك بيه، لما بتبص الحرام بتستخدم عينيك، لما بتسمع حرام بتستخدم ودنك، بتستخدم نعمه عليك تعصى بيها ويبارك لك فيها وما يعاقبكش، مع انه قادر يعاقبك في اللحظه دي. انا دايما بتخيلها يا رب انت شفتني وانا بعمل ده وامهلتني وسبتني سبحانك. لو انا سالتك ايه اكتر ناس ممكن تحس ان ربنا غضبان عليهم، هتقول لي اكيد العصاه والكافرين، منطقي. لكن لما تشوف كلام ربنا سبحانه وتعالى للعصاه وتفتح القران كده تلاقي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. يا عبادي، يا رب العاصي ده انت بتقول له عبدي سبحانك. كتير لو سألت ناس قلت لهم ايه هي المعصية اللي ربنا مستحيل يغفرها، هتلاقي ناس ترد عليك تقول لك الزنا، ناس ترد عليك تقول لك القتل، ناس ترد عليك تقول لك السرقة. لكن لو عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به، ما يغفرش الشرك بس، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. اي ذنب ربنا يغفره، اي ذنب. ازاي ما احبوش؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول من علم اني ذو قدرة على المغفرة غفرت له على ما كان منه ولا ابالي ما لم يشرك بي شيئا. يعني بس اني ابقى موقن ان ربنا قادر يغفر لي اي ذنب يغفر لي. سبحان الله. من اسماء الله الحسنى الرحمن، والرحمن صيغه مبالغه معناها يرحم كل الناس، البر والفاجر، المؤمن والكافر، حتى الكافر بيرحمه في الدنيا، قادر انه يخسف بيه الارض، انه ما يرزقوش شربة ميه، لكن لا عادي ياخد الدنيا ويعيش ويرزقه اولاد ويرزقه مال. ازاي ما احبوش؟ احنا قلنا ربنا لو غضبان على حد هيبقى على العصاه والكافرين. طب اسمع بيقول للكافرين ايه؟ قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا رب كفار قتلوا وسرقوا وعبدوا غيرك وسجدوا لصنم، يغفر لهم ما قد سلف. ازاي ما احبوش؟ رحمته يوم القيامه سيدنا ابن مسعود بيحكي عنها بيقول لك والله لا يغفرن الله يوم القيامه مغفره لم تخطر على قلب بشر. مستحيل بني ادم يتخيل مغفره ربنا يوم القيامه. ازاي ما احبوش؟ يعني لو حبيت اتكلم من هنا لبكره هلاقي، بس كفايه كده. هو مفيش حاجه تكفي ربنا سبحانه وتعالى، ودي كانت اول حاجه واول قاعده من قواعد الحب السبعه، انك تعرف بتحب ليه. فلو بتحب ربنا اقعد مع نفسك كده واسال انا بحبه ليه. تابعونا ان شاء الله في الحلقه الجايه قاعده جديده من قواعد الحب السبعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.